بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل عليكم. واحدة من اللقطات الجميلة جدا وهي دعم لعيبة منتخب المغرب لمنتخب مصر بعد الظلم اللي تعرضوا ليه في كأس العالم قدام الأرجنتين. ودعمهم، يعني شفنا المدير الفني كابتن وهبة كأشرف حكيمي، اللعيبة يعني بتدعم منتخب مصر بعد الظلم البين اللي تعرضوا ليه. وللأمانة يعني أنا ما أعرفش الحكم ده جاي له نوم إزاي. يعني أنا أول مرة أشوف حالة انتفاضة في كل دول العالم وكل نجوم نادي العالم متضامنه مع منتخب مصر بعد الكارثه اللي تعرضوا ليها في مباراه الارجنتين، والحكم اللي كان متعمد ان هو يعني يضيع مجهود منتخب مصر. هو والاتحاد الدولي برضه نفس القصه. هو القصه بالنسبه لهم هو ازاي كاس العالم من غير ميسي، ازاي كاس العالم من غير كريستيانو، ازاي كاس العالم من غير نيمار، مين اللي هيبيع، مين اللي هيسوي. احمد حسام ميدو قال الكلام ده، قال لك ان مصر لو كانت صعدت كان هيخسر الاتحاد الدولي فلوس كتير. ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دلوقتي بيتم ترتيبات وتنسيقات بين وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره عشان استقبال بعثه منتخب مصر. ان شاء الله هم جايين بكره. وشفنا طبعا خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره طلع مع ابراهيم فايق امبارح وقال ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل البعثه ويكرمهم. فعلا هم يستحقوا التكريم. عملوا يعني انجاز تاريخي ما حصلش في تاريخ كره القدم المصريه، وهيبقى صعب اي حد يعمل الانجاز ده. والحمد لله يعني ان انت طلعت بمكاسب من البطوله. وانا بالنسبه لي هيثم حسن ده مكسب كبير قوي، هيفيد منتخب مصر السنوات اللي جايه. وده اللي هيستلم الرايه من محمد صلاح، مش عمر مرموش. عمر مرموش الاناني مش هيستلم الرايه من صلاح، ان مفيش لاعب بالعقليه دي ويجري ياخد الكوره من محمد صلاح عشان خاطر يروح هو يشوط او يعمل. حتى يا راجل ده انت بصيت غلط، ده انت حتى السرور اللي عملته غلط. فهيثم حسن واحد من المكاسب اللي بحيي عليها حسام حسن. زيكو مكسب بقى لعيب دولي يحيي عليه حسام حسن، اللي بالمناسبه زيكو تصريحاته قلبت الميديا الغربيه كلها. وكانت تصريحات جريئه وتصريحات قويه. انا كنت اتمنى محمد صلاح يعني يبقى ليه تصريحات في الشان ده، لان كانت تصريحاته هتبقى مؤثره. لان فعلا منتخب مصر اتعرض لظلم كبير جدا 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 من الحكم، في مشاكل فنيه، في مشاكل في اداره المباراه عند كابتن حسام حسن. كل الكلام ده هنبقى نتكلم فيه في فيديو تاني. لكن كابتن محمد صلاح كان مطالب ان هو من وجهه نظري يبقى اللي يتكلم على الكارثه اللي هو شافها. انت هو نفسه قاعد هو في الماتش وشايف اللي بيحصل. حكم يحسب هنا وما يحسبش هنا، يلغي هنا وما يحسبلكش ضربه جزاء هنا. يعني ما فيش واحد خبير تحكيم، سيبكم من بتوع مصر خالص، كلامكم على العالم كله بره، ما فيش حد طلع يتكلم الا وادان الحكم. حكم كان سيء سيء، لكن الحمد لله مصطفى شوبير حارس كبير، امام عاشور ظاهر بشخصيه مختلفه تماما عن اللي بيظهر بيها مع النادي الاهلي مع منتخب مصر، لعيب كبير. فعشان كده ان شاء الله باذن الله نقدر نبني على ده الفتره القادمه. طيب نيجي لجزئيه تانية مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي كاس العالم خلص، حلو. طيب مين اللي هيتحسم مصيره بعد كاس العالم؟ كنا بنتكلم عليه حسام عبد المجيد. طب موقف حسام عبد المجيد ايه؟ حسام عبد المجيد كان اخر مكالمه جمعتني مع اسلام اخوه كانت من حوالي كام يوم، وكان قال لي ان في عروض جايه لحسام عبد المجيد وهنقعد مع الناس في نادي الزمالك وهنعرض عليهم العروض اللي جايه لنا. طيب الناس في نادي الزمالك انا سالته، قالوا لي مفيش عروض رسميه جات لحسام عبد المجيد. لو اخوه بيمتلك عروض يجيب العروض ويجي. بس احنا الميل الرسمي بتاع نادي الزمالك لم يصل لي اي عرض رسمي لحسام عبد المجيد، كلها كلام. وفي وكلاء لاعبين بيقول المصدر الزمالكاوي انا كلمته، وكلاء لاعبين كلمونا، بس لحد دلوقتي انا مش مالك في ايدي عروض رسميه. فنادي الزمالك مفترض في قاعده هتتحدد، اللي هيحددها حسام واخوه. ناس في نادي الزمالك بالنسبه لهم حسام لعيب في الفرقه لسه باقي له سنه، فمش هيروح يجيب حسام يقول له انت عايز تمشي ولا تقعد مش ده اصلا الاتجاه حاليا دلوقتي في فريق نادي الزمالك او في اداره الكوره. هناك في اتجاهات تانية وفي اولويات تانية هم شغالين عليها. فحسام عبد المجيد اما يرجع هو واخوه هيحددوا جلسه ويقعدوا مع اداره الكوره ويعرضوا بقى ايه العروض اللي جايه لهم ويوريهم العروض. لانه حسام كان بيمني نفسه زي ما قلت لكم ان هو كان يشارك في ماتش امبارح، ان ماتش امبارح كان باترينا مميزه جدا لاي لاعب عايز يسوق نفسه. باترينا كويسه، العالم كله بيتفرج على الماتش. فهم اللي هيحددوا الجلسه. نادي الزمالك ما عندوش مشكله انه حسام يمشي،
لان هو دي رغبه حسام مش رغبه النادي، فهو مش هيقف ضد رغبه اللاعب. فنادي الزمالك وفقا للمعلومات التي امتلكها حتى الان، نادي الزمالك لن يفرط في حسام عبد المجيد بمبلغ اقل ب 3 مليون دولار. وارد بقى الكلام ده يتغير، وارد يطلبوا ارقام اعلى، بس المعلومه اللي عندي من مصدر لن يفرط فيه باقل من 3 مليون دولار. ممكن يطلبوا اكتر من كده بس اللي ينزلوا ل 3 مليون دولار. وده على فكره في ارقام اللعيبه المدافعين عفوا بيبقى ارقام عاديه، وده الارقام اللي هي المتعارف عليها في شراء اللعيبه المدافعين، لان المدافعين بيبقوا اقل في القيمه، في القيمه من المهاجم، من الجناح، من صانع الالعاب. المدافع بيبقى هو وحارس المرمى، يعني فلوسهم ما بتبقاش كتير قوي في الشراء بتاعهم. احنا شفنا محمد عبد المنعم كان في الوقت ده احسن مدافع موجود داخل قاره افريقيا في النادي الاهلي، ولما راح فرنسا راح ب 4 مليون دولار وعلى قسط كمان، وكان الاهلي طالب 7 و8 و9 ومفيش، يعني وقتها كانوا دفعوا الاربعه بالعافيه. فحسام لو كان شارك مع منتخب مصر في كاس العالم كان ممكن الفلوس تزيد شويه، لان انا بقول لحضراتكم الباترينا كانت مميزه في ماتش امبارح لاي لاعب. عشان كده في لعيبه كتير هيجي لها عروض بالمناسبه في بعد نهايه كاس العالم. يعني بالنسبه انا ليه بقول نهايه كاس العالم؟ لان خروجنا بالنسبه لنا نهايه كاس العالم، هو كاس العالم لسه مكمل، بس انا بالنسبه لي بخروج مصر وخلاص كده نهايه كاس العالم بالنسبه للمصريين يعني. نخش على جزئيه تانية. نادي الزمالك الايام اللي فاتت بعت مستنداته في قضيه زيزو للجنه شؤون اللاعبين، بناء على طلب لجنه شؤون اللاعبين ان هي استجابت لطلب الزمالك، والزمالك بعت المستندات بتاعته على 3 محاور. نادي الزمالك جدد اتصالاته. انا دلوقتي بيقول لهم يا جماعه انا بعت، هتسمعوا اقوالي في القصه دي ولا لا؟ لان انا عندي كلام عايز اقوله، انا المستندات قدمتها. فالمفروض اللجنه هترد على الزمالك، لان المفترض ان القرار هيطلع خلال الايام اللي جايه دي في قضيه زيزو. كان الناس منشغله بمشاركه منتخب مصر في كاس العالم والمونديال وتفاصيل كتيره جدا، وكان نادي الزمالك عايز يقدم ورقه، فالورقه اتقدم. الزمالك بقى عايز بقى يسمعوا كلامه، يعني يسمعوا اقواله في الموضوع ده، فلسه هيترد على الزمالك في الملف دوت. حاجه الثانيه محمد ابراهيم الباك رايت لنادي الزمالك. محمد ابراهيم خلاص هيتم قيده في فوق السن. محمد خلاص عدى مرحله ان هو يؤيد تحت السن كلاعب صغير، هيتم قيده فوق السن. ومحمد ابراهيم يعني الاتجاه في نادي الزمالك ان هو يتعمل له عقد كويس، لان الولد يعني ظهر بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك الموسم اللي فات، واصبح واحد من اهم العناصر ناحيه الجبهه اليمين مع عمر جابر، وبيشارك بشكل اساسي مع عمر جابر بالتناوب منهم على حسب جاهزيه كل لاعب. فهيحصل له زي يعني تعديل تعاقد لمحمد ابراهيم ويتم مكافئته، وهو هيتم قيده في قائمه اللاعبين خلاص الكبار، ان هو عدى خلاص السن. فواحده من اهم اكتشافات يعني نادي الزمالك الموسم اللي فات. اشوفكم على الف خير، سلام.